ده فلوج يوم في حياة راجعة من الشغل، ولكن فلوج النهاردة غير أي فلوج لأنه بريحة سندوتشات جبنة بالخيار والذكريات اللي مهما كبرنا مع كل دخلة مدارس هنفضل فاكرينها، وهنفضل فرحانين ومبسوطين حتى لو عندنا مسؤوليات بتزيد وضغوطات المذاكرة للأولاد، وأيا كان اللي بيحصل برضه بنبقى مبسوطين. أنا لسه بفرح لما بشوف الولاد لابسين أطقم جديدة للمدرسة، وربنا يعين يا رب كل الأهالي ويجعلهم دايما أفضل ناس في عيون ولادهم، ويقدروا إن هم يجيبوا لهم كل احتياجاتهم يا رب. احكولي عاملين ايه واخبار المدارس معاكم ايه، وبتقضوا اليوم ازاي؟ انا حاسه حرفيا مش عارفه اعمل اي حاجه واليوم بيجري بشكل غريب. الرغي معاكم بيبقى جميل، ولكن خلونا نبتدي يومنا. انا بدأت اليوم النهاردة بدري، فتحت البلكونة وكانت مطربة جدا، كنست كنسة سريعة بالمكنسة مع ان البلكونة دي عايزة رؤى وعاوزة نجيلة جديدة الصراحة لانها عندي من 5 سنين فتابت خالص. محتاجة كمان اصور معاكم يوم البلكونة عشان نفسي اعمل فيها ديكور وقعدة. وانا عندي قاعدة كرسيين بلاستيك وترابيزة مريحين جدا، بس بخاف احطهم في البلكونة يدوبوا يعني او يبوظوا من الشمس، ولكن برضو نفسي اعمل قعدة حلوة فيها. بعد كده دخلت على الريسبشن، كان في غسيل طبقته وروقت الريسبشن، كان منظره صعب الصراحة بس انجزته، وكانت الترابيزة محتاجة ان هي تتغسل او يعني بالصابون كده، عملتها ونضفتها ونفضت. طبعا كان في فرافيت كتيرة على الكنب فنضفته والدنيا بقت تمام. وعارفة اللي أنا هقوله ده عكس كل الناس، بس أنا حاسة إن الشقة محتاجة ترويقة عميقة، وعارفة إن محدش بيروق عميق بعد دخول المدارس أو عموما في الشتاء، يعني الشتاء بيكون حركته صعبة، بس أنا حاسة إن البيت محتاج ترويقة نظيفة. قلت املى الغسالة عبال ما اخلص بقية الريسبشن، فمليت الغسالة وطلعت تاني للريسبشن واستراحة محارب كوباية شاي بلبن. ظبطت السفرة واي حاجة على السفرة. اكتر حاجة بتبهدل السفرة ان احنا لما بنجيب حاجات بتفضل الكياس موجودة وما بنشيلش الكياس من على السفرة، وكانت محتاجة ان هي تتغسل برضو فغسلتها. وهو مش غسل، هو جلانس وبالجرايد، وكتير بيقولوا هاتوا الفوط او الفوط المايكروفايبر، بحيث ان هي بتغير جدا الازاز او المرايات بعد ما بعمل بيها، حتى لو عامله جلانس لا برضو مش بتبقى حلوه. احسن حاجه جربتها هي الجرايد. ربنا يبارك في اللي بيبهدلوا لنا الشقة، بس هي ليه ما تفضلش كده ساعتين على بعض؟ الغسيل كان خلص فطلعت نشرت، وكده الجزء الخارجي من البيت كان الحمد لله حلو، اللي هو الريسبشن والبلكونة. برغم ان الساعة لسه ما رجعتش تتغير، بس اليوم بيخلص بسرعة رهيبة، وانا الصراحة بحب التوقيت الصيفي عشان بحس ان اليوم بيبقى فيه بركة. المطبخ يبان ان هو ما يسرش، بس هو مش محتاج حاجات كتير، هو محتاج كل حاجة ترجع مكانه ويتغسل غسلة نظيفة. زي ما قلت لكم حاسه البيت محتاج ترويقه عميقه او تنظيف عميقه، ولكن انا مش عارفه انا هبتدي ازاي. يعني انا لو وصلت لنقطه البدايه والطاقه بقت عندي انا هخليها في حته تانية. وبرغم اني عملت حاجات كتيره النهارده، ولكن ما عملتش كل حاجه في البيت لان فعلا اليوم الوقت المجهود ما كفوش. فبكره هكمل بوتاجاز المطبخ والغرف، واكيد الريسبشن والمطبخ كمان هعيد عليهم. انا كمان نظفت الحمام وبس كده. نكمل بكره بقى. واكتر حاجه بحبها في التنظيف عموما الرغاوي. مؤخرا الصابون ما بقاش بيعمل رغاوي حلوه، ولكن انا جبت وفير، يعني سمعت ان هو بيعمل رغوه حلوه فقلت هجربه. وبس كده فلوج النهارده خلص، ولكن استنوني في رغي وفلوجات جديده، وباي باي، اشوفكم على خير.